السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعمر كورة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. لايك وشير ودعم القناة، اللي يشترك. هزيمة الزمالك من انبي 2-0. أنا وجهة نظري إن هزيمة ثقيلة، ليست هزيمة طبيعية. إن الزمالك يتغلب من انبي وبهذا الأداء الهزيل، مباراة سيئة للزمالك ومباراة قوية جدا من انبي. يعني اللي سمع المباراة وشاف انبي وشاف الزمالك، مش الزمالك اللي لعب قصاد الترجي. على فكره قصاد الترجي الزمالك لعب الشوط الاول، الشوط الثاني الزمالك ما لعبش الا اخر 5 دقائق. الزمالك سيء، ادي له فتره سيء. الزمالك 2023 خسر 8 مباريات، 8 مباريات في 70 يوم، 5 في الدوري و2 في افريقيا و1 في الكاس. طبعا في افريقيا اتغلب من شباب بلوزداد واتغلب من الترجي. تخيلوا ان الزمالك يتغلب 7 مباريات في مصر، مباراه واحده بره. على فكره الاهلي ما اتغلبش ولا مباراه في الدوري، الاهلي اول الدوري ما اتغلبش ولا مباراه، اتغلب في افريقيا فقط لا غير. مباراه الاهلي اتغلبها في افريقيا، الزمالك كلها داخل مصر ما عدا مباراه واحده اللي هي ايه؟ الترجي خارج مصر. الزمالك امبارح كان سيء جدا، دفاع كان هش. يبقى في كوره لرفيق كابو، نسخه من كره ايفونا من فتره مع الاهلي، لما دخل واخترق وما حدش قادر عليه، ودخل لكن الكره طلعها بره. رفيق كابو امس كان امبارح في مباراه امبارح كان يعني واخد لعيبه الزمالك زي ما بقول لك ايه، ورا مصنع الكراسي. فريق الزمالك كان هش دفاعيا وخط نص وهجوميا. تشكيله، مع ان هي نفس التشكيله، على فكره نفس التشكيله اللي لعب بيها ماتش الترجي هي، ولكن انا عندي بعض التحفظات على الزمالك. الزمالك اتعاقد مع ابراهيم نضاي. على فكره في طلعت ان ابراهيم نضاي في عقد، ان ابراهيم نضاي متعاقد ب$4 مليون. يا 4 مليون دولار! طب ما كان الزمالك اتعاقد جدد لبن شرقي او ساسي، ده بن شرقي قال له ما انا عايز 3 مليون. معقوله نضاي 4 مليون؟ شبانه خالي التشكيله خالص. احمد بالحاج في الاحتياط. عندك ناصر منسي موقوف او ما بيلعبش. ده غير لعيبه كتير كانت يعني بتلعب وتطلع زي شلبي وزي غيره وكنولا لعيبه انت جايبها مش مقتنع بيها. انا اعرف اللاعب، انا بجيب لاعب. مش هنتكلم عنه برضه سافيو، مش هنتكلم عن سافيو احسن، لان في ناس من اللي زي ما بيقول لك طب ما انت عندك سافيو ما بيلعبش. مع سافيو اول ما جه لعب اساسي. ما لحقش جماهير الزمالك يزيط او يحفل كتير على الاهلي. نقول 2 يقول لك طب ما انتوا خدتوا 5. ما لحقش يحفل. على فكره انا غلبت 5 في ماتش. انت بقولوا في الدوري 5 مباريات في 5، يعني 5 مرات في 5 مباريات، 5 مرات في 5 مباريات. مره زيدان كان بيدرب طبعا ريال مدريد واتغلب 6-0 من اتلتيكو مدريد. طلع صرح عليه، انا اتغلب 6-0 في مباراه احسن ما اتغلب 6 مباريات كل مباراه هدف. دي ثقافه الهزيمه وثقافه الفوز. الزمالك اصبح في المركز الخامس برصيد 33 نقطه من 20 مباراه. النهارده بيراميدز اتغلب من البنك الاهلي 2-1. البنك الاهلي كان الاخير 14 نقطه، فاز ب 17 نقطه، ربط المركز 15. انبي اتغلب 2-1 النهارده. انبي المركز الثالث برصيد 39 نقطه من 21 مباراه. الاتحاد في المركز الرابع برصيد 36 نقطه ولكن من 20 مباراه. الاهلي طبعا عنده مباراه هامه اللي هي مباراه القطن يوم الجمعه. محمد عبد المنعم الصاب، ولكن يعني احتمال يرجع للمباراه، احتمال لسه مفيش اقوال، ولكن اللي مؤكد خالد عبد الفتاح وحسين الشحات جاهزين ان شاء الله يوم الجمعه لملاقاه القطن الكاميروني. والاتحاد الافريقي اعلن، او متسيبه رئيس الاتحاد الافريقي اعلن يعني فرض اعلى درجات الرقابه على مباراه صن داونز والهلال، رقابه جاده. يعني عشان خاطر يقول لك ايه ان ممكن صن داونز يفوت، لكن لا، اكد ان صن داونز فريق كبير ومستحيل يفوت مباراه.
الهلال وصن داونز هتلعب بدون جمهور يوم السبت. على فكرة آخر 5 مباريات ما بين الهلال وصن داونز كان فوق 4 فوز لصن داونز قصاد مباراة واحدة تعادل للهلال. يعني الهلال ما فاز على صن داونز ولا مباراة، فاز على صن داونز ولا مباراة. والله أعلم ممكن يفوز. يعني الهلال السنة دي غير كل سنة، الهلال لو فاز صعد رسمي. مباراة مهمة جدا. يعني احنا حطينا نفسنا في موقف صعب، يعني بنلعب احنا على أقدام الآخرين. بنلعب إن صن داونز زي ما قلت يا تتعادل يا تفوز. أتمنى أن تكونوا سعدتم بهذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.